السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. طبعا زي ما في مفضلات من المنتجات، في حاجات تانية ما بتعجبناش وبنتدبس فيها وعمرنا ما هنفكر نشتريها تاني. وتعالي نشوف المنتجات اللي هي فعلا سيئة، وحتى لو شفتي منها نتيجة كويسة ما تفكريش ان انت تجيبيها مرة تانية. تعالي بقى دلوقتي اكلمك على اول منتج واقولك ايه هو. الفيف من لوريال بديل الزيت. المنتج ده انا شفت عنه ريفيوهات كتير جدا، حلو جدا، وكل الناس اللي استخدمته قالوا ان هو كويس قوي، ولاي حد عادي بيستخدمه يعني ما عندوش معلومات طبيه، ما عندوش معلومات في التركيبات بتاعه الحاجه دي، هيقول طبعا عليه ان هو كويس. انا كنت حابه ان انا اجيبه، وخصوصا في الصيف لان انا شعري في الصيف بيكون هايش شويه، فلقيت كتير مجمعين على الفيف اللي هو كمان النوع ده والشكل ده، وفي ليه كذا طريقه استخدام. اكتر اللي كانوا مجمعين عليها ان هو بتستخدميه في الوقت العادي وشعرك ناشف، بتحطي كريم انك بتحطي زيت، لكن الطريقه دي ما جابتش معايا نتيجه خالص، لقيت ان هو بيهيش اكتر وناشف اكتر وشكله بهتان. الطريقه اللي نفعت معايا فيه وهي طريقه استخدام البلسم بالظبط، يعني وشعرك مبلول كده وانتي بتغسلي شعرك. بس طبعا مش هي دي مشكلتي معاه دلوقتي. المشكله في ايه؟ هل هو في الاول جاب نتيجه؟ هو جاب نتيجه كويسه جدا، ولقيت فعلا ان الشعر طري وموضوع الهيشان قل. بعد فترة لقيت ان هو بيعمل تساقط للشعر، فلما دورت من ناس متخصصين بقى عارفين التركيبات والحاجات اللي بتكون في المنتجات دي، لقيت ان في ناس كتير قالت ان هو في او اغلب الانواع اللي هي بديل الزيت فيها ايه، فيها حاجة اسمها زيوت معدنية وفيها سيليكون. انا ولا اعرف ده ولا اعرف ده، لكن ليهم فوائد بسيطة واضرارهم اكتر. هما بيحطوا فيها تركيبات تقيلة جدا من المواد دي، فدي بتعمل ايه؟ هي بالفعل بتخلي الشعر مش هايش او ناشف في الشعرية، بتنشف الشعرية وبعد كده الشعرية تبتدي تتكسر وكمان بيحصل لها تساقط. فانتي حتى لو منتج زي ده او اي منتجات شبه دي لقيتي انها بتجيب نتيجة كويسة، لكن بعد فترة هتعمل لك مشكلة اكبر منها. فعلشان كده انا نوع زي ده او اي بديل زيت بصراحة مش هفكر ان انا اشتريه مرة تانية. تاني منتج معايا وهو السيروم بتاع فاتيكا. السيروم بتاع فاتيكا ده كلمتكم عنه في الفيديو بتاع الشعر، قلت لكم هو يعني منتج غريب ملوش معايا لازمة خالص. السيروم ده اول حاجة بس ايه، شوفوا شكله كده عشان تبقوا عارفين النوع اللي انا جبته، لان هو فيه انواع كتير او كذا لون تقريبا، فهو ده اللي انا جبته. هو ده الشكل بتاعه. في انواع كتير جدا للشعر وفي براندات مختلفة وليهم اسعار عالية جدا. تعالوا بقى نتكلم على السيروم ده، ان هو يخلي الشعر كده ايه، يعني زي ما هما كاتبين اصلاح وترميم، ما يحصلش فيه تقصف، ما لقوش متكسر والحاجات دي كلها. برضو دورت لقيت اغلب الناس مجمعة ان السيروم كويس جدا. طب تعالوا بقى نشوف اضراره لو هو جاب معاكي نتيجة وكان حلو معاك. ايه اضراره؟ نفس اللي اتكلمت عليه في الفيف، هو نفس اللي موجود هنا، هي السيليكون. كل الحاجات دي حتى النوع، انا شفت اغلى نوع كان حوالي 500 جنيه، كلها لازم يكون فيهم تركيبات السيليكون. السيليكون دي علشان خاطر ايه؟ السيليكون عشان خاطر بيغلف الشعرايه، هو ده كلمة بحافظ على الشعر، ان هو بيغلف الشعر. لكن هم بيحطوا، في ناس بتحط اكتر، شركات بتحط اكتر من نوع سيليكون، حاجات كتير، فالحاجات دي لما بتغلف الشعرايه هي كده الشعرايه ما بيوصلهاش اي تهوية، ما بتكونش صحية. مع استمرارك لاستخدامك ليه وكتر استخدامك ليه بتبتدي ايه، ان الشعرايه تتكسر، لان مع غسيل الشعر ما بينضفش كويس، فالسيليكون ده ما بيتشالش، فبعد كده بيكسر الشعره وبعد كده بتكون ضعيفة جدا وبتقع. فاحنا للأسف بنستخدم منتجات شايفين مبدئيا كده وحاجة كده ظاهرية انها بتدي حاجة كويسة، لكن بتكون اضرارها اكتر بكتير. نيجي بعد كده للشامبو ده. الشامبو ده اللي هو جرو فاست من ماي واي، وجربت برضو اكتر من نوع شامبو من عندهم قبل كده. عايزه اقول لكم حاجه على شامبوهات ماي واي، ما بلاقيش انها ليها لازمه وما بلاقيش انها بتديني حاجه، يعني ممكن يكون زي اي منتج تجاري واقل منه كمان، يعني ما بلاقيش فيه فايده. يعني لو حاجه لاصلاح الشعر ما بيعملش حاجه، لو حاجه لتطويل الشعر برضو ما بيعملش حاجه، لو حاجه لنعومه او فرد الشعر او للقشر، اي حاجه للشعر، بلاقي ان المنتج عادي جدا. المنتج بيكون عباره عن
ممكن تكون رغوة كويسة وريحة حلوة. لكن منتجات الشعر بتاعت ماي واي انا بصراحة مفضلتش منها الا حاجات بسيطة جدا. ممكن ناس تانية تكون جربت منها وتقولك انها حلوة وجابت نتيجة، احتمال، بس بالنسبة لي شامبوهات ماي واي او اغلب حاجة الشعر بتاعت ماي واي انا ما حبيتهاش خالص. هكلمكم برضو عن حاجة دلوقتي وهي الصابونة بتاعت الحواجب. الصابونة بتاعت الحواجب دي في منها انواع كتير واشكال كتير وحاجات كتير قوي، وبصراحة انا من كتر ما سمعت عنها حبيت ان انا اجيبها واشوف ايه اللي بتعمله، يعني الفظاعة اللي هي فيها دي، وجبتها وجربتها. يكون معاها الفرشة دي عشان ترسمي بيها، يعني تعملي بيها، هي فعليا عاملة زي الصابونة، يعني يعني دي كمان المفروض انها من الانواع الكويسة اللي انا جبتها. وفي ناس بتستخدم الصابونة اللي هي بتاعت الصبار تقريبا برضو، دي تمام زيها، وده بيكون شكلها من جوه. كل اللي انت بتعمليه انك بتبليها شوية كده وبالفرشة بتبتدي تسرحي بيها شعر الحاجب. كل الفيديوهات لما الناس بتعملها بيكون شكلها حلو جدا، وانا لما باجي اعملها بيكون برضو شكلها حلو مش وحش. بس المشكلة في الصابونة ايه؟ انها فعلا صابونة، لما بتنشف بتبقى مثبتة الشعرية في مكانها، كأنك يعني ايه، كأن شعر حواجبك متجبس ما بيتحركش لا يمين ولا شمال، واقفة قوي. زائد كمان ان انتي لو حبيتي تغسلي وشك وانتي بره، فانتي فاهمه يعني ايه لما تغسلي وشك مش صابون، الصابون هيروح، خلصت كده، حواجبك هترجع لشكلها الطبيعي تاني. فانا بصراحه ما شفتش منها نتيجه، يعني ما شفتش منها معجزه، ما شفتش منها حاجه حلوه. زي مثلا المسكره بتاعه الحواجب، لا دي ممتازه. زي الشادو بتاع الحواجب، لا ده ليه فرق، وكمان ما بيثبتش الشعريه جامد قوي كده في مكانها. وهل هي بتوقع شعر الحواجب؟ هو بصراحه انها توقع انا ما شفتش ده بيحصل، لكن مش شايفة انها مفيدة او كويسة في اي حاجة. هكلمكم دلوقتي على الكريم بتاع بوبانا للترطيب، وكمان بجوز الهند. يعني المفروض ان اكتر حاجات حلوة مرطبة للبشرة بتكون بجوز الهند ويكون ترطيبها كويس. الكريم ده محسيتش ان هو بيرطب خالص، يعني بحطه وكأني ما حطيتش اي حاجة. ريحته، حتى ريحته كمان كانت ضعيفة جدا. اي كريم مرطب بحطه بلاقي منه ترطيب وبلاقي منه نتيجة، وده ولا كان ترطيب ولا ريحة. تقديره بالنسبة لي متوسط. بعد كده بعد ما خلصت العلبة لقيته اقل كمان من المتوسط، لقيت ان هو ملوش لازمة. وبصراحة جربت اكتر من حاجة من بوبانا، لقيت ان هم مش حلوين، يعني ملهمش فاعلية. وجبت برضو قبل كده حاجة تانية او حاجتين من عندهم، يمكن ماسك تقريبا وسكراب، برضو لقيت نتيجتهم ضعيفة جدا. مش حاسة ان منتجات بوبانا تستاهل ان انتي تجربيها او تفكري ان انتي تجيبي منها اي حاجة تاني. هقول لكم دلوقتي على اخر منتج معايا، وهو الكريم ده بتاع جوز الهند، او بيتقال عليه حليب جوز الهند. اول ما جبته كان عاجبني وكان خفيف جدا، وكان بيدي تفتيح بسيط قوي للبشره. مع الوقت ومع استخدامي ليه ومع دخول الشتاء، ده كان من مده كمان لان انا جايباه بقالي كتير جدا، لقيت ان هو بينشف بيجلد. تحطيه اولا ما بقاش يتفرد، بقى عباره عن كتل. تاني حاجه لو اتفرد بيجير بشكل غريب، تلاقيه هنا حته فاتحه قوي، كانش في الاول كده، ودي مفيش حاجه جت عليها. وده تحسي ان وشك بقى ملط، بقى سيء للغايه. اول ما بتجيبيه بس اول اسبوع 2 شهر بالكتير بيكون حلو معاكي جدا، بعد كده بيديني نتيجة الوحشة اللي انا بقول لكم عليه. وكذا نوع تاني باسم جوز الهند او حليب جوز الهند لتفتيح البشرة، هو ما بيديش تفتيح خالص، ده هو لو اداكي بيكون تفتيح مؤقت ووقت. حاجة تانية برضو اللي هي انتشرت جدا في وقت من الاوقات وكان سعرها نزل غالي قوي من كتر ما هي خدت سمعة كبيرة والناس ابتدت تغلي اسعارها، قشطة الاميرات. عبارة عن كريم، في ناس ما كانتش عارفة تستخدمه كماسك ولا تستخدمه ككريم ولا كايه بالظبط. برضو نفس الفكرة دي، اول ما هتستخدميه هتنبهري بالنتيجة بتاعته، وبعد كده بتحسي ان هو منتج فاشل ملوش لازمة خالص. ودي كانت من الحاجات اللي موجودة معايا النهاردة. انا بجد بنصحك لو في حاجات منهم كانت ليها نتيجة معاكي كويسة وكانت ملحوظة وشفتيها، بس للأسف هتلاقي منها أضرار بعد كده أكتر كتير من نفعها. حاولي تدوري على الحاجة تشوفي الأول فوائدها وتشوفي كمان أضرارها قبل ما تشتريها. كده وصلنا لآخر الفيديو، أقولكم السلام عليكم، ويلا بينا نشوف معلومة فيديو النهاردة بتقول إيه.